السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه متابعين مطبخ أميرة القصر؟ جايلكم النهاردة فيديو جديد وبيوم جديد، وهنعمل مع بعض النهاردة طلب كده طلبته مني أخت مغربية عزيزة عليا. قالت لي أنا عايزاكي تعملي لي الأكل العادي بتاع المصريين. أكل المصريين بيبقى حلو قوي، عايزة اليوم العادي الطبيعي بقى، مش بتاع العزومات، لا الأكل الطبيعي بتاعكم اللي هو الخضار العادي والفراخ المسلوقة والرز العادي. فقلت هعمله النهاردة، مرضيش ازعلها وقلت هعمله معاها. يلا بينا كده بقى على طول ندخل على المقادير وطريقة التحضير، بس ما تنسيش اللايك والشير للفيديو. هنا بقى ودي تكة مهمة جدا ببدأ اعملها لما باجي اسلق اي فراخ عشان تديها تطعيمة حلوة. بجيب كده معايا بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، وبجيب معاهم حوالي فصين توم، وببدأ ان انا اطحنهم في المطحنة بالشكل ده كده. بنعمهم خالص، انا عايزاهم ناعمين بالشكل ده كده. اول ما بلاقيهم خدوا بيتهرسوا قوي كده، ببدأ احطهم في بولة معايا او في اي طبق معايا خارجي. بعد كده ببدأ اجيب معايا طماطمايه وقرن فلفل كده، ويكون فلفل عادي مش فلفل حامي. لو انت حابه سبايسي عادي مفيش مشكله. وببدا ان انا برضو اطحنهم مع بعض. هتقولي لي ليه ما حطيتيش البصل مع الطماطم مع الفلفل؟ هقولك لا، انا عايزه انزل الميه الحلوه والطعم الحلو اللي بيبقى في البصل الاول. هنزل عليه كده بمعلقه كبيره من الملح، ومعلقه كده صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره خالص كده من بهارات الفراخ. ومعايا هنا دي معلقه من الكمون، ومعلقه برضو صغيره من الكاري او الكركم، بتديها لون حلو وبتديها تطعيمه حلوه برضو. هبدا افركهم مع بعض كده. بفرق، انا عايزه البصلايه بتاعتي يعني ادعكها حلو كده بالمعلقه كده او بايديكي مع التوابل ديت، بتنزل طعم حلو قوي وبتخاف في نفس الوقت برضو بدبل بيها البصلايه. برجع بعد كده بنزل عليهم بقى بالطماطمايه والقرن الفلفل اللي انا ضربتهم مع بعض في الكبه في الشكل ده كده اهوت. بقلبهم بقى كلهم مع بعض، وهبدأ بقى، ودي احسن تتبيلة اعتمديها في الفراخ المشوية او في الفراخ اللي هتسلقيها، بتدي تطعيمة حلوة قوي قوي للفراخ. طبعا انا معايا هنا فرخة كبيرة، انا غسلها طبعا كويس جدا ونقعاها في محلول النقع بتاعها اللي هي مية وسكر وملح. بتنزل اي دم زيادة فيها. ببدأ اجيبها كده، طبعا الفرخة بتاعتي حجمها كبير، فببدأ ان انا اخلي الجلد كده، اخلي تحت الجلد، وابدا بالسكينه ببوز السكينه او اي كزلك عندك، ببدا اعمل نغزات او فتحات صغيره كده تحت الجلد في اللحم. بعد كده بجيب الحشوه بتاعتي بالشكل ده كده التتبيله، وببدا ان انا اتبل الفراخ بتاعتي كلها من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد، وببدا ان انا اكتفها بالشكل ده كده. طبعا الفرخه بتاعتي كانت حجمها كبير جدا، معرفتش ان انا اكتفها حلو، فعملتها بخله الشيش طاووق بالشكل ده كده. وهنا بقى معايا معلقه كده من السمنه البلدي كبيره كده المعلقه، ولازم الحله بتاعتي تكون سخنه. حطي الحله على النار وسخنيها كويس جدا، بعد كده انزلي فيها بمعلقه السمنه البلدي، بعد كده بنزل فيها بالفرخه بتاعتي. اهم حاجه لازم تكون الحله سخنه والسمنه بتاعتي تقدح كويس وتسخن كويس. بعد كده ببدا ان انا ادي صدمه للفرخه بتاعتي. الصدمه دي بتفرق جدا جدا في المسام، بتقفل المسام، بتفرق في الطعم، بتخلي الفرخه بتاعتك والشوربه بتاعتك حلوه قوي. خلاص بعد كده بقى بزودها بقى ميه وبسيبها الاول تتشوح كده تشويحه كده حلوه في السمنه البلدي ديت. وهنا بقى هنبدأ نعمل شوية رز بالشعرية حلوين كده. احنا بقى بنعمل أكل مصري أصيل، من غير بقى افتكاسات ومن غير بقى محاشي ولا أكل، لا الأكل العادي اليومي بتاعنا بتاع المصريين اللي هو الرز والخضار والفراخ المسلوقة العادية خالص. حمرت الشعرية معلقة سمنة ومعلقة زيت بالشكل ده كده لحد ما بتاخد اللون الذهبي اللي هو الأشقر، مش اللون الذهبي الغامق. ما تغمقيش الشعرية قوي عشان بتغمق الرز معاكي لو غمقت. تمام. وفي نفس الوقت برضو ما تعملهاش بيضة قوي عشان خاطر لو بيضة قوي هتبقى فاتحة جدا في الرز. فاللون الذهبي الفاتح ده حلو قوي. بعد كده بحط كده معلقة كبيرة من الملح على معلقة صغيرة كده من المرقة اللي هي مرقة الدجاج الفورية. بعد كده بقى بجيب الشوربه بتاعتي، شوربه الفراخ بتاعتي الجميله قوي، وبعقد بيها. الرز بتاعنا المصري بيتعقد عقله صابع، يعني لو انت بتحطي صابعك كده عايري عقله صابع. هنا بقى الفراخ بتاعتي كانت اتشوحت كويس، حطيت بقى معاها بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وجزرايه، وزودتهم بقى ميه وسبتها تغلي مع نفسها.
وده الرز بتاعي اهوت كان يعتبر اتشرب خالص من الميه، بوطي عليه واسيبه بقى لما يتردد بقى براحته ويستوي براحته. ويلا بقى نعمل هنا الخضار. معايا معلقه كده كبيره من السمنه، بنزل فيها ببصلايه مكعبات تكون متقطعه مكعبات بالشكل ده كده، بشوحها معايا. انا مش بحمر البصلايه، انا عايزه البصلايه تدبل بس. بعد كده بنزل فيها بحوالي نص رتل من الطماطم، طماطم فريش جدا. بعد كده بسيب الطماطم لما بتتسبك بالشكل ده كده، وبعد كده اتكثفت معايا. بعد كده هقولك، هتقولي انت حطيتي ايه؟ هقولك انا حطيت كوسه، وحطيت مع الكوسه فول مفصص. فول مفصص مع كوسه بتدي تطعيمه حلوه قوي. جربي ان انت تحطي مع الكوسه او القرع ده فول مفصص او حمص من اللي هو الحمص الاكل اللي هو الحمص الاصفر، بيدي للكوسه قوام حلو قوي وبتديها تطعيمه حلوه قوي. بنزل بالكوسه بتاعتي، توابلي بسيطه خالص عباره عن ملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. وديت بقى الفراخ بتاعتي اهيت بعد ما اتسلقت. شفتي بقى لون الشوربه كانت حلوه قوي وكانت جميله جدا ما شاء الله عليها. بعد كده خلاص بقى الفرخه بتاعتي استوت، هبدا اشيلها كده بقى من الشوربه. ومعايا هنا ديت اللي انا بقى هشويها بقى تحت الشوايه. ما انا عايزه اعمل فراخ مسلوقه واخد منها شوربه، وفي نفس الوقت برضو عايزاها تبقى اكنها مشويه كده على الفحم. حطيت كده معلقه كبيره من البابريكا، حطيت عليها معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وحطيت شويه صغيره من الصويا صوص، وشويه صغيره من دبس الرمان، وشويه برضو معلقتين كده من الزيت. قلبتهم مع بعض، وهجيب كده بالفرشه بتاعتي وهبدا ان انا ادهن الفرخه بتاعتي كويس جدا. البابريكا هنا حلوه قوي، بتدي لون حلو 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 جدا للفراخ، وفي نفس الوقت برضو مش بتتحرق. يعني في ناس بتقول نحط صلصه احسن، لا انا شايفه ان الصلصه لما بتتعرض للنار تحت الشوايه بتتحرق، انما لون البابريكا مع التوابل دي بتدي ريحه حلوه وبتدي تطعيمه حلوه وبتدي لون حلو قوي. وهنا بقى خلاص احنا بنعمل اكل مصري اصيل. يلا بقى نعمل شويه ملوخيه حلوين. معايا هنا دولت شويه شوربه، حطيت عليهم فصين توم وحطيت عليهم طماطميه مبشوره. ودي ملوخيه ناشفه، احنا يا مصريين بنحب ان احنا نخزن الملوخيه، بننشفها ونخزنها من السنه للسنه. ونزلت بشويه ملوخيه ناشفين بالشكل ده كده، وقلبتهم مع الشوربه. وطبعا الشوربه بتاعتي لازم تكون بتغلي، وحاطه فيها طماطمايه مبشوره نيه وفص توم ني. وهنا بقى احلى طشه ملوخيه، هنزل كده بمعلقه سمنه بلدي حلوه، وهنزل فيها بحوالي 3-4 فصوص من الثوم كده المهروس بالشكل ده كده، وهنزل عليهم بمعلقه من الكزبره الناشفه. ومعلقه الكزبره الناشفه هنا خطوه مهمه جدا، هتديها طعم حلو قوي، وهي دي اساس الطشه بتاعت الملوخيه بتاعتنا. ما تغمقيش التوم خالص، انا عايزه التوم بتاعي يبقى اصفر، عشان التوم لو خد ذره حرقان بيمرر معاكي وبيبقى مش حلو خالص وهيبوظ لك الملوخيه بتاعتك. بعد كده حطيت الملوخيه بقى عندي في الطاجن الفخار بالشكل ده كده، وعلى وش الطاجن هنزل بالطشه، والله عليها على ريحتها وعلى جمالها وعلى طعمتها. بصوا بقى ده كوم، الاكل كله كوم، وطشه الملوخيه دي كوم تاني. والفرخه بتاعتي بعد ما خدت لون كده تحت الشوايه اهيت، هبدا اجيب بقى، ما خلاص احنا عايزين بقى فراخ مسلوقه وفي نفس الوقت برضو اكنها مشويه. سخنت فحمايه كده لما سخنت، وبعد كده حطيتها وحطيت عليها معلقه كده من الزيت، وبعد كده غطيتها بورق الفويل. وده شكل الاكل بتاعي. شفتي الجمال والحلاوه والطعامه. ولو عجبك الفيديو وعجبك محتواه، ما تنسيش تنزلي تعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناه مطبخ اميره القصر. ما تنسيش تنزلي تفعلي زر الجرس وتدوسي على الكل عشان كل جديد مني يوصلك بيه اشعار. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. وشوفي بقى الفراخ بتاعتي مستويه، وتقولي بقى متحمر، ما تقوليش بقى ده فراخ مسلوقه وطالع منها شوربه، لا دي فراخ مشويه وبالفحم كمان وبطعم وريحه الفحم كمان. وشفتي بقى الكوسه بتاعتي كان لونها احمر وحلو ازاي. ما تغمقيش البصلايه، عشان البصلايه لما بتغمقيها بتغمق لون الاكل بتاعك فما بيبقاش حلو. والشعريه، رز بالشعريه كان مفرفر جدا وحلو، وفي نفس الوقت برضو لونه حلو ما هوش غامق. ما تغمقيش الشعريه، عشان الشعريه لما بتغمقيها الرز بيغمق معاكي. وطبعا الشوربه بتاعتنا انا ببقى احط فيها كده الجزر بتاعي والبصل اللي ببقى مقطعاه يعني حجمها كبير بحيث ان هي ما تتهريش معايا. يلا بقى لو عجبك الفيديو انزلي دلوقتي اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناه مطبخ اميره القصر، وبالف هنا وشفا.